كل سنة وانتم طيبين. يا رب عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل الناس يا رب، وينصر أهالينا في غزة يا رب. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا عملت البسكوت معاكم، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاول. انا بقالي فتره ما سجلتش والله. الطحينه اللي نزلتها دي كنت مسجلها زمان، يعني من فتره طويله. انا بقالي فتره طويله كنت تعبانه شويه، مش قادره اسجل حاجه. بصوا، انا قلت اعمل بقى كيلو بسكوت السنه دي، بس هو كفايه كيلو ان شاء الله. حلو قوي، اتعلمنا الادب بصراحه، يعني احنا اتعلمنا الادب في كل حاجه الحمد لله. يلا، وكمان كنت هعمل نص بس قلت يلا خليها كيلو. عندي المقادير بتاعتي، بصوا دي كوبايه ونص سكر بودره، سكر بودره كوبايه ونص. هعايرها لكم برضو. بصوا، لو عندك ايش المج اللي هو الكبير قوي ده، اللي هو بتاع الشاي ده الساده ده، عارفين، شاي بلبن، ودي نص. خلاص. عندي ده، بصوا، معلقه كبيره بيكنج باودر. هناخد 3 بواكي فانيليا عشان البيض، عشان الزفاره، عشان انا ما عنديش ريحه الموز. خدت بالك. ربع كوبايه لبن. طبعا اللي يحبني طبعا يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه الف صلاه والسلام. كيلو دقيق، اي دقيق بقى متعدد الاغراض، اي دقيق. رشه ملح، 4 بيضات. انا بحب احط 3 بس قلت السنه دي ايه، احط 4 وخلاص. نجرب. اوكي خلاص. اول حاجه هو بس ده مقادير البسكوت. لو عندك بقى ريحه الموز، عندك ريحه البرتقال، عندك بشر برتقال، حطي، حلو، يدي طعم حلو. وبدل ما تحطي اللبن ممكن تحطي عصير برتقال، يعني براحتك. اوكي. اول حاجه هعملها دلوقتي، هنزل بصوا، دي زبده على سمنه، على نص كوبايه، يعني او يعني نص كوبايه زيت زي دي كده، لغايه هنا كده. بس انا حتى 3 حاجات في بعض. زبده اهي، عايزه اعمله بزبده طبعا، بس حر. بس لو زبده بس بينشفوا قوي يعني. وحطيت نص كوبايه سمنه، وربع ونص كوبايه زيت. اوكي خلاص. دول بالظبط 320 جرام، دول 320 جرام زبده. السكر برضو 320 جرام سكر بودره، عشان تبقوا عارفين بالجرامات. يبقى انا اديتكم بالكوبايه وبالجرامات. خلاص. اوكي. هنزل اول حاجه يضرب بالمضرب العادي، يا بايدينا زي زمان نعمل السكر مع الزبده مع السمنه كده على بعضيها، يا اما ننزل في العجان. انا هنزل في العجان لاني فعلا لسه تعبانه، فهنزل في العجان. والله حتى عندي حرقان لسه بزوري جامد جدا ونغزه في صدري، ربنا يستر. فانزل بالحاجه واوريها. نزلت اهو بالزبده والسمنه ونص كوبايه زيت، وايه، في العجان. يعني يعتبر برضو 320، برضو يعتبروا زي كوبايه السكر كده، كوبايه ونص برضو، يعني يعتبروا متهيألي في المقدار ده. اوكي. هشغل العجان لما يعمل زي القشطه واوريكم. بصوا يا جماعه، بقى زي القشطه كده زي ما انتم شايفينه كده. كان عندي بشر يوستفندي حطيته، انا عايزه طعم البتاع مع بشر برتقال او بشر يوستفندي حلو، يعني انا حطيته. هو طلع تخين شويه بس يا ريتني طحنته، مش مشكله. عموما بصوا، انا حطيت حبه كده صغننه مش كتير، يعني ايه، عشان زفرت البيض. انا ما بحب الزفر، لو عندي خل كنت حطيت خل. اوكي. هحط بقى بيضه درجه حراره المطبخ. اوكي. اوعي تحطي البيض ساقع، بدرجه حراره المطبخ زي الكيك بالظبط. هنضرب بيضه واخلص البيض كله واوريكم هنعمل بقى ايه. النشادر، معلقه النشادر مع كوبايه ايه اللبن. اوكي. انا نزلت بيضه. اوكي اهو. شوف ده كله يتجانس مع بعضيه. هنزل بالفانيليا بقى. زي بقى عامل كريمي خالص اهو. انا عايزاه كده بقى. على ما هو كده بيترك 7 دقايق هعمل بقى ايه، كوبايه اللبن اهي. يا رب تكونوا سامعيني، معلش من الدوشه. هدي شويه عشان ما تزهقوش. حطينا بقى معلقه النشادر كبيره واحده، معلقه نشادر كبيره واحده، مش اكتر من كده. شايفينها؟ معلقه نشادر واحده بس. ده في اللبن بارد، مش سخن ولا حاجه، ولا دافي ولا اي حاجه، بارد ساقع، لبن ساقع عادي. خلاص. هنزل بيها بقى هنا على ده واضربها كويس. اروح بقى جبت النشادر كويس، نازل بقى باللبن على النشادر، ربع كوبايه نازل كل النشادر. اوكي. سيبيه بقى، هو ما تخافيش، هو هيعمل كده. بعد كده سيبيه بقى 7 دقايق برضو او 5 دقايق، هيجيب تاني، ما تخافيش كده. بعد دقيق خلاص، وانزل ايه
خلاص هشغله برده في الايه. بصوا اهو، شو قلت لك ما تخافيش، بس اضربيه على طول بسرعه. كان بايديكي او بالمضرب، لازم تضربي بسرعه. اول ما تحطي المشادر تضربي جامد كده. السيف جه بقى والنمل اشتغل لنا الحمد لله. هنرش بقى ايه، قرفه وخل وملح 3 مع بعض يديلك النمل، متخافيش. خلاص هنخله بس وننزله عليه ورهولكم. معلقه كبيره انا معبيها انا معبيها دي الكيس، معلقه كبيره مش صغيره، كبيره. خلاص ننزل بيها. اوكي انت شايفه كده، متخافيش. معلقه كبيره من بتاعت الاكل هي انا معبيها بالظبط. رشه ملح الحلال بتاعنا. خلاص رشه خفيفه. نقلبه بقى. انا ما حطيتش الكيس كله، فاضل بتاع كوبايه صغيره على اساس ان انا لو احتاج احط. انت لو هتعملي ببلبله هو كده هيبقى حلو قوي. لو هتعمليه بالبلبله من غير المكنه، انا هعمل بالمكنه فهنزل ببقيه الدقيق. اوكي اهو شايفين، عشان انا هعمله بالمكنه هنزل بس ببقيه الدقيق. خلاص انا شايفه كده. خلاص كده بس، واقلبه بقى، اطلعه واقلبه. انا لميته خلاص اهو، شايفين عجينه بسم الله ما شاء الله ناعمه جدا. انا لميت بس، طلعته من العجين ولميته اهو. بصوا ما شاء الله. اغطيه بقى يسيبه يرتاح ايه 5 دقايق بس، وبعدين ايه اغسل بقى المكنه بتاعتي وايه ونشتغل بقى ونشكل. عندكم والله منزله الحاجات دي كتير جدا، بس يلا مش مشكله. بس انا نهكت بس على ما لميت الحبه اللي تحت قلبته يعني، عشان كده مش قادره بصراحه تعبانه لسه والله. زوري مش عارفه، انا نفسي اعرف ايه الحمو اللي فيه ده على طول، مش عارفه. فغطيه بس عشان ايه البسكوت بيعمل بسرعه، فنغطيه كويس يعني، بغطى كويس. بصوا بقى يا حبايبي، انا جبت الساق جيت هنا الناحيه التانيه عندي عشان ايه ما زغلطش هناك قوي. انا لسه ربنا يديني الصحه، بس ما عملتش اي حاجه فتعبانه، فبحاول يعني بحاول. انا ركبتها وحطيت النقشه زي ما انتم شايفين كده، واخد بقى اول حته كده بسم الله. نقول كده بسم الله بركه رسول الله كده. احطها بقى كده في المكنه اهو. خلاص وانا ايه هوريكم بقى النقشه. اول صاجه اهو، بصوا خلصته ما شاء الله ما شاء الله. هحطه بقى، انا مولعه الفرن عشان احطه لازم يخش على فرن سخن. هو اللي بيخلي البسكوت على فرن بارد، لازم زي الكيك كده فرن سخن سخن سخن. ماشي. اخر حته دي حطيت لها معلقه كبيره كده كاكاو، وهعملها بالكاكاو وهوريكم بقى الصاج. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لا فرش ولا عمل ولا اي حاجه، هوريهولكم في الصاج حالا. خدوا بالمقادير دي يا جماعه، هتدعولي والله احلى بسكوت ان شاء الله. هوريهولكم بس لما اخلص الحته دي يا جماعه. التسويه بصوا مزنقه ازاي، لا فرش ولا عمل. سكر مظبوط، النشادر مظبوطه، الكمباودر مظبوط. بصوا البسكوته خفيفه جدا جدا. بصوا نجاح البسكوته كانت مامتي الله يرحمها تقول لي كده تطلع كده، شايفين خفيفه خفيفه. ده وانا بعملها كانت خفيفه. بصوا مزنقين يعني، انا زنقت اهو. بصوا مش موسعه زي ما احنا بنوسع وبنعمل اهو. ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الكيلو، بصوا الكيلو رمى ما شاء الله قد ايه، ما شاء الله اهو ما شاء الله. ودي في صينيه صغننه كمان اهو. بصوا رمى ما شاء الله. هنقلبها اهي. بصوا عاملاها حروف في الاخر، الحتت اللي فضلت حروف العيله. بصوا شايفين تحفه ما شاء الله. تسويه بقى عشان اقول لكم. بنولع الفرن الاول على درجه 180 يسخن قبل ما نبتدي يعني ايه نرص في الصاج. اللي هو اللي تحت ده. خلاص تعبانه والله. الحمد لله، ما اعرفش البرد ماسكني مش عايز يروح خالص، مش عارفه في ايه والله. بناخد في علاج ومش عارفه، بقالنا شهر على كده الحمد لله. هعطس هروح اعطس الاكل هديك الفوطه اهو. المهم اول ما بندخله الفرن على درجه 180، واول ما نلاقيه ابتدى من تحت يستوي كده، روحي مهديه النار على 160 وسيبيه براحته. واخدين بالكم بيبقى فاتح عن كده شويه، لانه بيبقى ليه عارفين اللون الفاتح.
خلاص. روحي مهديه بقى النار خالص عشان تحت ما يتحرقش ويبقى عامل. واخدين بالكم؟ بصوا زي ده كده، بصوا ده عشان انا ايه، مع اني قلبت بس بصوا نص الساق، ده نص الساق بس مش محروق، هو استوى بس. خلاص. هديت النار على 160 وسبته على النار هاديه. اول ما بقى لونه فاتح، يعني لونه بقى يبقى فاتح خالص، بعدين سيبه بقى بس. تاكلوا في الهنا وادعولي والله بالشفا. وفي نفس الوقت يعني هتدعيلي في المقادير دي بالملي، اعمليها بالملي. هكتب لكم المقادير، هكتبها لكم.